أهلا بيكم. معكم شريف المصري وعينا أمان. تكملة للحلقات اللي فاتت اللي احنا كنا بنتكلم في آخر حلقة فيهم عن الفرق ما بين المشروع التقليدي والمشروع الريادي. اتكلمنا على 3 فوارق: الاستراتيجية والخطة والتغيير. هنتكلم على بقية الفوارق اللي بينهم عشان نبقى عارفين احنا المشروع الريادي اللي احنا ان شاء الله هنعمله مع بعض هو هيتمتع بإيه. طيب، المخاطرة. المشروع التقليدي هو شيء يجب تجنبه. هخاطر ليه؟ انا شغال وعندي سيستم وبكسب، هخاطر ليه؟ مفيش سبب يخليني اخاطر، صاحب حق. طيب، المشروع الريادي هو امر ضروري وهو وسيله متاحه للنمو والتكيف بشرط ان يكون مدروس. مدروس دي اتكلمنا عليها في اول حلقه او في تاني حلقه فاتت. يبقى المخاطره، المشروع الريادي بيشوفها ان هي امر ضروري. ليه؟ ما هو اصلا مبدا رياده الاعمال من ضمن الخمس ست مبادئ المهمه اللي فيه المخاطره. المخاطره المحسوبه، لان هي دي اللي ممكن زي ما بيقولوا كده بلغه السوق تفرقع. هي دي اللي ممكن تنقلك من مكان لمكان. هي دي اللي ممكن تعملك ترند. هي دي اللي ممكن تعملك مشروع المستقبل ومشروع القرن كمان. فالمخاطره دي المحسوبه هي شيء اساسي ومهم عند رياده الاعمال. طيب، الرقم 5: الثقافه العمليه. في الشركات التقليديه 1+1=2، يعني موضوعيه وتحليليه. عشان الموضوع كذا واحنا عندنا كذا والارقام اللي عندنا بتقول كذا يبقى النتيجه كذا. دي الثقافه بتاعت الشركه او المؤسسه. طيب، في الريادي شخصيه وذاتيه. يعني ايه؟ يعني ممكن حد من الناس اللي معايا يجي يقول لي على فكره 1+1 اللي احنا متعودين انها بتساوي 2 احنا ممكن نخليها بتساوي 6. اسمع منه واشوف الموضوع ده ايه، مناسب ولا مش مناسب. يبقى بعتمد على افكار اشخاص وافراد او جماعات جوه الشركه. ممكن يكون في مجموعه كامله، اداره كامله هدفها التنميه، لكن الناحيه الثانيه لا. لا، انا مش يعني 1+1=2 هتيجي تقول لي نحط ونشيل عشان نخلي 1+1=3 ولا يساوي 6. مفيش الكلام ده. لا لا لا، هي التحليل الارقام عندنا بتقول كده. طيب، رقم 6: الهيكله والاتصالات. في التقليدي أهمية كبرى لقنوات الاتصال التصاعدية الرسمية. يعني مثلا العامل هيقول للمشرف بتاعه، المشرف بتاعه هيبدأ ينقل لمسؤول الوردية، مسؤول الوردية هينقل لرئيس الوردية، رئيس الوردية هينقل للمدير، وهكذا وهكذا تتنقل كده. إذا كانت فكرة أو مشكلة أو أيا كان بتتنقل بالطريقة دي في الريادي، وحقهم يحافظوا على نظام الشركة. الفكر ده ما فيهوش مشكلة. طيب، في الريادي بقى كنا بنتكلم على التقليدي. في الريادي بقى غير رسميه والاتصالات متاحه افقيا وبنظام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم حاطين سيستم ان ممكن العامل يتواصل مع رئيس مجلس الاداره بطريق مباشر. عاملين بقى اجتماع بيعملوه يوم في الاسبوع، يوم في الشهر، كل 15 يوم، ايا كان. طيب، هي الحاجات دي بتفيد. اديكم مثال. كان في شركه بتصنع صابون. الصابون بتاع الوش ده بيطلع المصنع بيطلعه او خط الانتاج بيطلعه جوه علبه، والعلبه بتتحط في كراتين وتنزل تتباع بالكراتين جمله يعني. فكان في مشكله حصلت في خط الانتاج دوت، ان هي الكراتين بعضها كان بينزل فاضي ما فيهوش الصابون. فكانت الكراتين بتروح للعملاء جزء منها فاضي. فدي عملت مشكله. بداوا يدرسوا العيب فين وازاي ونعمل ايه، وخط الانتاج والمصنع اللي مورد والصيانه والضمان و لقوا الموضوع هيكلف وقت على اصلاحه، وقت مثلا 3 4 شهور، بالاضافه لانه هيتكلف فلوس كتير. فبدا تظهر ان في مشكله. طب هنوقف خط الانتاج، المخزن عندنا يكفي ما يكفيش، عندنا مشكله في الشركه. ففي عامل كان عنده فكره وعرضها اكتر من مره بوسيله الاتصال الشرعيه اللي هي الافقيه يعني، ما جاتش. فلو المشروع ريادي، انا بتكلم بقى دلوقتي المثال ده على مشروع ريادي. في خلال التنظيم اللي هم عاملينه، هو الراجل قابل رئيس مجلس اداره الشركه، قال له انا عندي فكره حلوه جدا الموضوع ده، نشتغل الصبح يعني، مش هنستنى يوم حتى. قال له ايه؟ قال له هنحط مروحه كبيره قدام خط الانتاج. العلبه
الصابونه اللي هتطلع فاضيه هتطير تقع، مش هتنزل في الكرتونه اللي بتتملى، والعلبه المليانه الهواء مش هيقدر يطيرها فمش هتقع. المشكله اتحلت، ما اتحلتش بشكل نهائي بس اتحلت. يقدروا يبداوا انتاج الصبح، يقدر المصنع يكمل شغل الصبح. مين اللي قال الفكره ومين احسن حد يقدر يقول الفكره دي؟ اللي موجود في المشكله دي، العامل اللي واقف على المكنه اللي قدر بابتكار صغير يحل المشكله. مش هنطول في الحته دي لكن هنكمل على اللي بعدها. 8 الافراد. غالبا في المشاريع التقليديه بيبص للافراد على انه مش عارف اقولها ازاي، يعني منتج وفير وسهل استبداله. يعني مشي عامل هنجيب عامل، مشي مدير هنجيب مدير، كان عنده خبره هنطلب واحد كان عنده خبره، كان مدير مالي هنجيب مدير مالي، مفيش مشكله يعني. طيب في الريادي هناك تشجيع للافراد الموجوده باعتبارهم شيء اساسي يجب الحفاظ عليه واستخدامها بفاعليه. في مثال صغير برضو هنديه قبل ما نختم. كان في حد صاحب منشأة كبيرة، شركة كبيرة معروفة، فكان عنده بيسألوه يعني في لقاء تلفزيوني، بيقولوا له حاجة من الاتنين: احنا لو خدنا كل الموظفين اللي معاك وسيبنا لك المكن والمعدات ممكن ترجع تقوم تاني بعد قد ايه؟ ولو سيبنا لك كل الموظفين اللي معاك وخدنا المكن والمعدات ترجع تقوم تاني بعد قد ايه؟ قال لهم لو خدتوا المكن والمعدات وسبت له الموظفين بتوعي انا ارجع اقف تاني زي ما كنت خلال شهور، 3 شهور 4 شهور يعني. لكن لو خدتوا الموظفين وسبتوا لي المعدات والمكن انا عشان ارجع تاني زي ما كنت قدامي ما لا يقل عن سنه ونص سنتين. الاستاف اللي عندي، الموظفين اللي عندي، العمال بالكفاءات عارفين نظام الشغل وعارفين السيستم وعارفين المكن وعارفين كل حاجه واتدربوا عليه وبقى عندهم ولاء للشركه وبيخافوا على الشركه وبيحبوها. وانا تعبت كتير جدا عشان اخلي عندهم ولاء للشركه واديهم حوافز وحاجات كتير قوي. لسه هجيب ناس تانية تبدا حتى لو هي شاطره، عنده ولاء او ما عندوش ولاء، لقى شغل بره احسن او ما لقاش، لقى حاجه جنب البيت، لقى حاجه بمرتب اعلى بمرتب اكتر، عنده ميزه تانية. لا. طيب نكمل النقطه رقم 9: الابداع وهو ده الفرق الاساسي والجوهري. في التقليدي هو شيء يجب تجنبه لان فيه مخاطره. هتبدع في شيء، تحط فكره جديده، هتغير سيستم شغال. طيب في الريادي هو شيء يجب دعمه وتطويره وتشجيعه لان هي شغاله على اساسه. احنا كده ادينا بعض الفروق بين الانشطه اللي شغاله بفكر تقليدي وبين الانشطه اللي شغاله بفكر ريادي، ادينا افكار. طيب دورنا بقى ان احنا هنتكلم على ايه؟ على رائد الاعمال نفسه. ايه الصفات اللي انت محتاجها، اللي عايزه تكون عندك، اللي انت محتاج تنميها؟ هنكملها مع بعض الحلقه الجايه ان شاء الله. اتمنى نكون ان احنا بنستفاد مع بعض.